هتلاقي ان اكتر الناس اللي شغالة في مجال التعليق الصوتي دخلوا المجال ده بالصدفة. زي ان حد مثلا سمع صوتهم فقال لهم ايه ده انت صوتك حلو، ده انت تنفع في التعليق الصوتي. او انه بيقلد اصوات ناس معينة او بيقلد افلام الكرتون. فمن هنا بدأ يدخل المجال بالصدفة، حتى انه ممكن ما يكونش عارف يعني ايه تعليق صوتي. انا كنت شوية شبيهة للحكايات دي. وانا في اولى جامعة كنت حابة جدا ان انا ابدأ اشتغل واعتمد على نفسي، بس مش عارفة اعمل ايه. ما كانش قدامي البيئة اللي تهيألي او تعرفني ان في اصلا شغل اونلاين، او ان في حاجة اسمها تعليق صوتي، رغم ان انا يعني كنت داخلة في الميديا برضو، بس كنت لسه بادئة في الموضوع وما عنديش اي خلفية وما كنتش ده لسه درسته في الجامعة ولا اي حاجة خالص. كل الفكرة انا عايزة اشتغل. وبدأ الموضوع معايا ان انا بس عملت بيج على الفيسبوك، وقلت انا ايه اكتر حاجة انا بعرف اعملها. بعرف اكتب، انا كنت شاطرة في اللغة العربية، فبدأت بتأليف قصص قصيرة. ودخلت شوية بقى في موضوع كتابة المقالات، وفي البداية كنت عملت برنامج كده بطلعه لايف. واكتشفت بالصدفة حاجة، يعني موقع بنكتب عليه مقالات. فبدأت من هنا أدخل في الموضوع شوية. حبيت الموضوع جدا وبكتب حلو قوي، ولكن لقيت ان الناس عايزة الموضوع يروح لهم بشكل اسهل شوية، اللي هو يتحول المقالات المكتوبة دي لحاجة بالصوت. فبدأت من هنا اقول المقالات دي بصوتي، او انقل اختصر المحتوى ده واقوله بصوتي. ومن هنا حسيت وانا بسجل لا، الموضوع مش مجرد كلام بيتقال، وان الصوت عاوز يتقال يعني بشكل معين، ولا انا محتاجة اتحسن كمان عن كده وهكذا. فبكل تلقائية دخلت على جوجل، كتبت هل يمكن تحسين الصوت، ودورت فلقيت حاجة اسمها الفويس اوفر او التعليق الصوتي. ومن هنا بدأت الحكاية. دخلت ان انا اسرش عن الموضوع ده وانبهرت بيه جدا، حبيت المجال جدا، وقعدت اعمل سيرش كتير قوي فيه وادور. وقعدت اتدرب كتير جدا في تحسين الصوت والفوكاليز وتطويل النفس، والموضوع كان مرهق جدا عليا، وبدأت اسجل نصوص كتيرة جدا، وخدت الموضوع بجدية جدا. وعاوزة احول الموضوع ده ل لشغل. خلاص الموضوع بقى شغف وانا حابة المجال جدا، بس يلا بقى ان احنا نشتغل. ما عنديش الثقة ابدا ان انا ابدأ شغل، انا عايزة حد محترف يقول لي ان انا تمام. بدأت اسجل سامبلز كتير قوي. ودي ممكن تبقى برضو يعني زي اغلب قصصكم مع بدايتكم في الفويس اوفر، او لو لسه حد بيبدأ ممكن يلاقي ان دي حاجة مشابهة له، ان هو خايف ياخد الستاب بتاعت الشغل، انه ممكن يكون هو شاطر بس يعني مش واثق في نفسه قوي، او محتاج حد يكون في المجال يقوله انا تمام، انت تمام ابدأ. فعملت ده، واستعنت بحد يعني كان في شكل كورس، و... واتدربت كويس قوي، وخلاص اتقال لي ان انا تمام وجاهزة. وبرضو يعني في رحلتي مع الفويس اوفر وفي الشغل لقيت ان كل حاجة ما بتتقالش تامة. بمعنى انت بتتدرب تحسين صوت، ده في ناحية واحدة هتلاقي كده ان انت مثلا لو اخدت كورس، ده ما بيتقالش كده من ضمن الفويس اوفر، اللي هو انت بتاخدش باكج كاملة عشان انت هتطلع بقى منها تشتغل. لا، بمعنى لو اتدربت تحسين صوت فانت عاوز تتدرب على الاداء، لو اتدربت على الاداء فانت ناقص لك حاجات كتيرة في اداءات كتيرة جدا برضو لسه ناقصاك. طيب عاوز تسوق لنفسك، اسوق لنفسي ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجة. طيب في فروقات ما بين السوشيال ميديا، وفي فروقات ما بين الشغل على الويب سايتس الخاصة بالفويس اوفر، وانا بالنسبة لي لا افقه شيء عن شغل الفريلانس ده ابدا خالص. انا ما اعرفش اي حاجة. انا اعرف ان في شركات لما بنتخرج ممكن نروح ان احنا نقدم فيها علشان نشتغل كشغل طبيعي بقى. انا ما اعرفش اي حاجة عن المجالات الجديدة دي. فقعدت ادور، قعدت ادعبس هنا وهنا وهنا وهنا، والدعبسه الكتير قوي دي اللي استهلكت مني وقت طويل قوي ومجهود كبير جدا، وانها اتعلم هندسه صوتيه بنفسي، يعني وادور بقى واتعلم من كذا مهندس صوت اجنبي وعربي وايه وايه عشان اخد المجال ده في باكج.
بعد ما درست واخدت بقى ريفيوز بقى من عملاء، وبدات اجيب اول عميل فتاني عميل، فمن هنا بدات الدنيا تتظبط معايا، وعرفت ازاي ان انا اشتغل على المواقع، وبدات خلاص الدنيا تتظبط ومشيت في الموضوع. جه الموضوع الهدف اللي كان نور في دماغي اول برضو ما بدات ان انا اتدرب على ايد مدربين، ان انا في يوم من الايام انا نفسي ادرب الناس، بس بشكل انا نفسي فيه ان حد يدربني بيه دلوقتي، اللي هو اديله الباكج الكاملة دي، خد انت مش هتوه تاني. انا حرفيا كان لما خلصت تدريب وانا شغلي حلو جدا والدنيا تمام، انا نفسي حد بقى هو اللي يتعامل مع العميل، وهو اللي يجيب السعر ويتفاوض معاه ويتفق على كل حاجة وانا اسجل. حتى نفسي في حد يعمل هو الهندسة الصوتية. انا حرفيا طب انا اعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ففكرة ان حد ياخدك من ايدك ويسهل لك الامور بجد، يعني هتلاقيها صعبة في رحلتك، محدش بيعمل كده، وهتلاقي من كل حاجة الدنيا لا هيخبي عليك معلومة، هيخبي عليك تركاية. فده كان الهدف اللي انا اعمل بيه كورس تعليق صوتي، او تعتبر الدبلومة الشاملة في التعليق الصوتي. ومن هنا اصبحت المدربة في التعليق الصوتي، وبقى من امتع المراحل اللي انا مريت بيها مرحلة في التدريب بجانب الفويس اوفر نفسه. كانت من ضمن مهارات اللي انا عارفة ان انا بعرف اتكلم كويس، بعرف اشرح كويس، بعرف احط نفسي مكان اللي قدامي. فمن هنا بدأنا ان احنا نبدأ تدريب في الدبلومة بتاعة التعليق الصوتي دي. انا بحب اتكلم عنها قوي لانها بتمسني، بتحسسني ان انا لما ببدأ احس ان انت كنت بتعاني حرفيا، اللي انت بتفضل تاخد كورسات والناس بتخبي عليك معلومات والدنيا دي. فانا مش عايزه اخبي عليك حاجه، فانا عارفه بجد اللي انا يعني بنحقق الهدف ده سوا. فدي كانت من امتع الحاجات في الفويس اوفر. وانت ماشي في الرحله دي حرفيا ما تبطلش سعي. يعني هو مجال زي اي مجال تاني، بيحتاج انك تسعى، بيحتاج انك تدور، وهتلاقي في نهاية الطريق ده مكان هتوصل نتيجة. زي ما قلت لك انا كنت هدفي انا مثلا عايزة اشتغل، بدأت أسرش كتير جدا عشان أشتغل أي شغل، ما كنتش أعرف حاجة عن الأونلاين، فبدأت بكتابة مقالات. فالمقالات دي سبحان الله هي اللي وصلتني للفويس أوفر، والفويس أوفر هو اللي وصلني إن أنا أكون مدربة. الفويس أوفر والتدريب هو اللي وصلني إن أنا أعرف أتكلم وأتفاوض مع الناس، ويبقى عندي مهارات كتيرة جدا بستعملها في حياتي الشخصية وفي حياتي العملية من غير ما أحس. ف أي حاجة ممكن تعملها هي لها نتيجة ولها مردود في النهاية. ما تبطلش سعي، ما تبطلش تدوير، ما تبطلش ان انت تسأل. كل حاجة هتوصلك لنتيجة، حتى لو مش هي النتيجة اللي انت كنت متوقعها هتطلع احسن منها على مقدار السعي اللي انت عملته. ابدأ دور. لو انت مهتم بمجال التعليق الصوتي، اسمع كتير جدا، خلي ودنك تبقى أذن موسيقية تكتسب المهارة دي. اسمع كتير جدا، شوية هتبدأ تلاحظ الفروقات ما بين الصوت ده والصوت ده، وايه اللي عاجبك هنا وايه اللي مش عاجبك. ابدأ اتدرب كتير، مارس. لو الموضوع ممكن يقلب معاك شوية بتقليد، وشوية شوية هتدخل على المهارات التانية. ولو احتجت أي مساعدة ممكن تكلمني، أنا كنت عايدة. سيب لي كومنت وهرد عليك.